في دمشق وريفها ولا سيما في الشلورور. نعم، السلام عليكم. طبعا نبدأ مع إجرام جديد اليوم من قبل قوات الأسد الذين لم يشبعهم قصف مدن الغوطة الشرقية بالمدافع والراجمات والصواريخ، لكن هذه المرة يتبعون طريقة جديدة في الإجرام، حيث استيقظ أهالي جوبر وعين ترمة وحمورية وزملكة ومعظم مدن الغوطة الشرقية اليوم على وقع عدة حالات تسمم بمواد لم نعرف ما هي حتى الآن بسبب عدم ظهور التحاليل حتى اللحظة، حيث سممت قوات الأسد المياه الواصلة إلى تلك المدن في نوع جديد من الإجرام كما ذكرت وغير مسبوق تعتمده قوات الأسد من بعد فشلهم الذريع في اقتحام مناطق الغوطة والأحياء الشرقية من العاصمة دمشق. وسجل حتى هذه اللحظة شهيد في جوبر وثلاثة إصابات نتيجة التسمم، حيث نادت المساجد منذ قليل على أهالي مدينة عين ترمة ونبهتهم على ضرورة عدم استخدام المياه حتى تظهر نتيجة التحاليل التي يقوم بها في هذه الأثناء. هل هناك مصادر أخرى يستطيعون أن يحصلوا على المياه حتى لا يستخدموا هذه المياه المسممة كما تقول؟ لا يوجد أي مصادر أخرى يستطيعون الحصول على المياه من خلالها، لا يوجد إلا المصادر التي تصلهم من قبل النظام. نعم. رواد، هناك أيضا أنباء تتحدث عن تعزيزات ورادارات إلى جبل قاسيون، هل من تفاصيل عن ذلك وهل هذه المعلومات دقيقة؟ نعم، بث ناشطون يوم البارحة عدة مقاطع فيديو تظهر تمركز رادارات جديدة على جبل قاسيون في استعداد، ربما هو استعداد من قوات الأسد للتصدي للغارات والهجمات التي سيقوم بها الأمريكان في الأيام المقبلة. طبعا اليوم أيضا نتحدث في الريف الغربي من العاصمة دمشق، وتحديدا إلى مدينة الكسوة التي حصلت فيها مجزرة فجر اليوم والتي تبعد ما يقارب 18 كيلومتر عن العاصمة دمشق، حيث سقط على أثر هذه المجزرة أكثر من 10 شهداء وعشرات الجرحى، بعضهم بحالة خطرة جدا نتيجة استهداف البساتين الغربية بالقذائف ومدافع الشيلكة المتمركزة على جبل مضيع. وحتى هذه اللحظة لا زالت المدينة تتعرض لقصف من المدفعية الثقيلة المتمركزة كما ذكرت على جبل مضيع. ننتقل إلى بلدة معلولة ذات الأغلبية المسيحية والتي تقع على الأوتوستراد الدولي الواصل بين دمشق وحمص، والتي تبعد ما يقارب 56 كيلو عن العاصمة دمشق، والتي شغلت الصحافة والمحطات في اليومين الماضيين. تعرضت يوم البارحة لقصف من قبل قوات الأسد المتمركزة في الفوج 14، استهدفت كنيسة دير مار سركيس أدى إلى اشتعال النيران في الكنيسة، بالإضافة لاستهداف مئذنة الجامع الوحيد في البلدة. طب رواد، على الرغم من إعلان الجيش الحر انسحابه من معلولة، ما زال القصف أيضا مستمر عليها وعلى داخل البلدة؟ الجيش الحر خرج من داخل البلدة، ولكنه استقر في بعض النقاط على مداخل البلدة أو على أطراف البلدة ليمنع الجيش الأسدي من محاولة اقتحام البلدة مرة أخرى أو التمركز في نقاط معينة داخل البلدة. رواد الشامي، مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها، نشكرك جزيل الشكر.